إيه الاخبار؟ عاملين ايه الناس اللي طلبت مني ريسبي سريعه وحلوه؟ هي دي. وكمان عايزه اقول لكم المكرونه دي بيبقى فيها نكهات كتير، وطعم الجمبري بيبقى خطير وواضح جدا. اول خطوه هشوي فلفل احمر حلو في الاير فراير، وتاني خطوه هقطع الخضار. عندي بصل وفلفل اخضر رومي وفلفل اخضر حامي والفلفل اللي انا شويته، ومعاه فلفل احمر صغير. وبعدين قطعت 4 فصوص توم، عليهم طماطم معلبة، بس انتوا لو عندكم طماطم فريش عادي حطوها. وبعدين عصرت عليهم ليمونتين، وهرش عليهم ملح وفلفل اسود. ضربتهم شوية، وبعدين هزود عليهم 3 معالق كبار من الصلصة، وزودت عليهم معلقة هريسة، وبس كده ضربتهم، وبكده عندي الخليط جاهز. نيجي بقى للجمبري. انا غسلته وقشرته ونضفت ظهره، وخدت الروس بتاعته عشان اعمل عليهم شوربة. حطيت عليهم 6 معالق من الخلطة اللي انا عملتها، عليهم جنزبيل فريش وبهارات. زودت المية وسبتهم لحد ما يغلوا. ده شكله لما استوى. والمكرونه بتتسلق هحط قطعه زبده كبيره عليها ثوم مفروم، هنزل عليهم الجمبري، واول ما لونه يغير هحط عليهم معلقه كبيره من الدقيق. دلوقتي هنزل الشوربه بس هصفيها وهقلبهم مع بعض. ودلوقتي هظبط الملح، وزودت معلقه كبيره من الصلصه والبابريكا عشان اغمق اللون شويه. دلوقتي هنزل عليهم بالمكرونه، هسيب المكرونه تاخد الطعم. واخر حاجه زودت كريمه، وزي ما انتم شايفين دخلت انا ويزن على اكل على طول. وبجد الاكله دي حلوه قوي، وبالهنا والشفا. طبقك كده كده زي ما انت بتعمل. حلوة؟